شوف جاي لك دلوقتي على طول، فاهم؟ ظبط الشاي كله هنا وهنا. ماشي يلا. محمد النيل عليك. ده الحارس ولا مين؟ لا عشان قفل قبل ما اخلص كلامي. النادي فاهم، نتفرج على المكان كده وناخد الترابيزه ونروح. اعمل لهم شاي بقى واللي عندك. ماشي يلا انا جاي. تلت ساعة عندك ان شاء الله. بيبص لك قوي، انا ما اعرفش اسوق وهو باصص لي كده. لا بعرف انا متعود. اصل في حاجه اسمها هاي واي هيبنوسيس، عارف دي بتتحرك وانت ماشي على هاي واي طويل. طب قادر رقبته شويه، قادر رقبته شويه بدل ما هو خيلنا كده. ممكن تنزل الارم ريست لو عايز. ايه؟ تسند عليها دراعك. لا اشغلك تكييف عليك. يا عم احنا بنتحمل اي طقوس واي مناخ واي بيئه. بس الرطوبه بتضايق الجلد كده، عارف بتعرف. انت دخلت الجيش يا باشمهندس شيخ؟ لا ماليش جيش، وحيد. لو دخلت الجيش ولا شفت فيديو؟ شفت اسخن من الجيش. الموقع في الكويت في الصحراء. ايام المياه الجوفيه ابار. شفنا ولا اليوم من نهار ولا ليل ولا حاجه وكده، وقعدت في التلج، عارف الصحراء بقى الشتاء جامد قوي. لا حياه الميري والجيش بتخليك تتحمل ضغوط الدنيا كلها. طبعا اسال الخبير العالمي ده اللي لف العالم كله مع اليو ان سقراطة في اليمن، هي فيها الشجر الغريب ده. سقراطة. هي دم الاخوين. دم الاخوين. دي اللي فيها الشجر العجيب ده اسمها دم الاخوين. مش بيدفعوا فلوس، عاملين حملة عليهم بعدين رجعوا تاني. نقلب الساعة كام؟ لحد العصر؟ بنتي بقى قلت لها ده كلب حقيقي. نعم؟ لا مش حقيقي، بنتي كانت عندها 6 سنين وقتها. كلب العربيه الثاني بقى لابس كمامه. لا ده كان عندي كورونا، ده كلب حقيقي. قالت لي لا مش كلب حقيقي. قلت لها ازاي عرفتي؟ قال لي عشان راسه مفصوله راسه مفصوله من جسمه. لوجيك والله، بيفهموا بالبدري. نعم. السباحة في حمامات السباحة، فتح العينين في حمامات السباحة. عمرها 40 سنة. ما شاء الله كويس. نزورها اتجوزت من قبل؟ معها أولاد وانفصلت. كم عائل عندها؟ والله 2 تقريبا. هم في لما هو الباشمهندس شريف لسه صغير مش كبير. انا عايز اتجوز. انا يتجوز واحده بنت بنوت. عاوز اولاد كمان؟ يجيب اولاد، ما يجيبش ليه؟ عشان اقدر مراتي. مش تتربى. جيب ولد يشيل اسمه. ايوه. قانون العائله هنا ظالم جدا هنا. ايه الحضانه في وصلنا الحرانيه ولا لسه؟ الحرانيه لسه. الحرانيه لا ما اعرفهاش. هولنديه الاول يمكن. ومعية واحدة محترمة مصرية، لكن
المصريه يا اما كويسه قوي يا اما نيله. محترمه بيني وبينك ابعد عن المصريه. هي ضابطه في كليه القياده المصريه عايزه تبيعك اللي وراك وقدامك عشان تامن نفسها. صح يعني، لكن يعني بعضهم يختلف هنا. هي صعبه في مصر، في كذا نوع من الناس في مصر. عاوزين في ريفيين وفي صعايده وفي المصريين العاديين وفي بتوع المدن وفي بتوع البتوين. فئه الضباط دي ما بحبهمش. طلعوا يعني ده المقلب اللي انا خدته. في الألسن وفي متاحف برضه هنا المناطق المرفيه اتملت معاهد وجامعات خاصه حلوه يعني مش مدارس. بعدين احلى حاجه انها جنب القاهره الدقي. نوليدج للغات. يعني مش فاهمه ان انت في الدقي جنينه الحيوانات جنبك، جنينه الأورمان جنبك، شيراتون جنبك، تعدي شارع النيل جنبك، تمشي شويه تلاقي الهرم، تمشي شويه تلاقي المزرعه. يعني كله جنبك ما تفهمش. وما رضيتش ده امبراطوريه شريف كامل. اللانش في النيل جنبك برضه. فاهم؟ تمشي دلوقتي بالكوبري الجديد تمشي سبحان الله ربنا وتشوف الايه ميريديان احلى حتى في النيل كده من اللانش نفسه. يعني ممكن ما تاكلش بره، تجيب صينيه فيها اكل وتاكل في اللانش. طراد اللانش بيسموه احسن من 100 كازينو. بقول احسن من 100 كازينو. طبعا تجيب ان شاء الله فراخ سوري لحمه او سمك، وعندك الصينيه دي حاجه كده بتحطها فيهم عشان صح والله العظيم. الناس بتدفع 100 و200 جنيه في الساعه عشان يركبوا فلوكه. ايوه عندك لانش تقعدي 24 ساعه فيه. لا حول الله. ما فيش فايده، مخها جزمه. الدكتوراه برضه بتخرب مخ الستات. يا اخي ما بيفكروش والله. الست بتخرب مخها، حتى امي مخها خرب شويه. ما بيفكروش. لا والله ده بيطلع عينهم. الدكتوراه عايزه صبر كبير. يا دكتور معظم الستات بيطلع عينهم ما يجيبوا دكتوراه. انا اختي برضه مش طبيعيه، وامي يعني الله يمسيها بالخير كانت قويه برضه. بس بحبها برضه، طيبه قويه بس طيبه. يلا الحمد لله ربنا جعلنا من الابرار مش الاشرار. دي حاجه ميزه كبيره. علمتها لي واحده رومانيه. كانت في ست رومانيه في الامم المتحده بتشتغل دكتوره. فما سمعت المشاكل اللي عندي دي من اختي ومراتي، بتقول لك احمد ربك. شوف هي اجنبيه مش مسلمه يعني. بتقول لك احمد ربك انك انت اللي كويس، لان انك انت كويس دي فيها ميزات كتيره لك. يعني لو انت من الابرار فيها ميزات لك انت. صح. انك بار حاجه كويسه لنفسك يعني. صح. احسن ما تبقى شرير وعندك امراض وحقد وحاجات كده. دكتور سمير كامل. يا بابا ده الله يرحمه. انا اللي حطيت اسمه، ما كانش له اسم زمان، انا اللي حطيته. انا اللي عملت اليافطه باسمه. ايه ده؟ شكرا. هذا من ماشي. ده كوبري احنا بنيناه انا وامي بعد ما ابويا مات على حسابنا. انا دفعت يعني مع ماما 8000 جنيه. ميرسي. انا دفعت 3 وهي 5 حاجه كده. ما شاء الله. وقتها كنت فقير لسه. يعني الحمد لله لسه فقير عند ربنا، بس يعني افقر يعني اقل فقر يعني. الحمد لله على كل حال. قول لي دي تخرب السياره حتى دي؟ نعم. عادي. انا باجي بالجيب بقى. لا ما تخربش السياره ولا حاجه، طريق كويس. مراتي فاكره ان ما تجيش بيها بقى في المزرعه. يا سلام. ما تخربش. يا سلام ما توسخ العربيه. هي وسخه لا عادي بتنضفها. هي طريق بس. انا بحب كده بتشيت بالشوارع. بس طلعت مجاري. ده مش لا ده رشاح مصرف. لا مش مصرف بالعكس، ده مسقى. مسقى بس الميه واطيه شويه. منين بيجيبوا الماء؟ الميه لا الميه الزايده من الجناين بتاع تصرف عليها. هم بيصرفوا شويه بس لا هي دي مسقى للري. دي المصرف. بص قفلوها. ده مصرف. ده المصرف. دي اسمها فرع كامل، جزء من فرع كامل. مسقى 3 مش لها ايه مسقى ولا مسقى لها اسم. ده الموجود داخل هو الحارس ولا ايه؟ الحارس ومراته. عادة مش عايزين مراته، بس ده جاب مراته بقى ما عشناهاش.
بالراحه جوه هنا في الضله. ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. فيديو. اشكرك يا باشمهندس سيف على هذا التصوير، واشكر الاخ المهندس مهندس شريف على انه على الاستضافه في مزرعته حياك الله دكتور منصور. المتواضعه. مزرعته هذه المتواضعه سوف نقوم بالزياره اليها مع صحبه الاخ سيف النصر. اوكي. تعال بقى، رايح فين؟ تعالى شوف يا اخي والله انا مش حزنان على الفيلا، الفيلا اصلا في اي وقت هتتوضب. انا زعلان على الارض عندك والخير اللي عندك ده، وانت مش مقدر قيمته. يعني عندك اللهم صل على النبي نخل نخل وشجر مانجا وتكعيبة عنب. يلا بقى اليف هير يبقى ليا وضع ثاني. اكون عملت مور ماني باي رنتنج ذا بيلدينج. يعني ممكن اعيش هنا واجر شقتين. حاجات كده بقى. دي مور ماني بقى، هتجيب لك كذا الف في الشهر بقى. صح يا دكتور؟ بص هتاخر ساعه كده او حاجه ممكن. الساعه الا ربع كده. تقريبا كده، عشان بس عندي ضيوف وكده، ويعني انا اقعد شويه كده وابتدي اجي، يعني نص ساعه ممكن ابقى قريب من المكان. يعني بصراحه موقعها احلى من الفيلا اصلا. وحواليك الفكره اللي انا سرقت منها الفكره. انا حواليك انا ابتديت الفكره دي. انا عندي الارض كنزه هنا، عندي ارض الامراض ما اقدرش اعمل حاجه كبيره قوي ولا حاجه. هنا بقى حواليك كده كبر بيت، دور واحد، طابق واحد. الشاي طلع يا عم محمد؟ طيب بص هنا بقى، شايف دول عملوا هنا اوضه صغيره فيها ايه، بلكونه، شايف؟ فيها كنبه. دي تعالى من هنا تشوفها. ده بس واحلى شاي بقى، شاي الراقيه يعني زي التعريشه والاوضه كده، وفي كنبه وحاطين ديكور كده. انا بقى قلتهم بس قلت اعملها خشب، طب انا استفيد بالفوق. وبعدين